ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حافظ على قناه حياتك احلى من حد. هعمل معاكم النهارده الكنافه بالمكسرات باسهل واسرع طريقه. اول حاجه انا بجيب الكنافه. ما بشتغلش بيها على طول، لا بجيبها احطها في الفريزر شويه تجمد، وبعد كده بقى ايه اطلعها عشان ايه اشتغل بيها. اول حاجه هجيب بوله كبيره احط فيها ايه كميه الكنافه اللي عندي. الكنافه دي كميتها بالظبط نص كيلو. حطيت الكنافه كده في طبق كبير كده زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى ايه افتتها بقى ايه افتت كل الكميه اللي عندي. قطعت كل كميته كنافه زي ما انتم شايفين. لو انت عايزه تقطعيها اكتر من كده تكون الكنافه تكون اقل من كده بتقطعيها في الكبه، ده حسب ما تحبي انت. انا بحب الصراحه اقطعها على ايدي. تاني خطوه بقى هدوب 3 معالق كبار سمنه بلدي. حطيت 3 معالق كبار كده سمنه بلدي زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ادوبهم خلاص عشان ايه اضيفهم على الكنافه. دوبت 3 معالق كبار كده سمنه بلدي زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اضيفهم للكنافه. بعد ما اضيف الكنافه بقى هعمل ايه هبتدي بقى ايه اخد كده الكنافه كده كلها. خلاص هعمله كده بايديا عشان اتاكد ان كل الكنافه ايه وصل لها سمنه. ضفت 3 معلقه كبار سمنه بلدي للكنافه. وانا بضيفهم يا جماعه مهم جدا بقى ان انا كنافه ايه اقطعها تاني. يعني ايه ابتدي اقطعه وفي المرحله دي يكون كمان سهله التقطيع. عايزه اقول لكم 3 معالق كبار بما يعادل بالظبط ربع كوبايه سمنه. طبعا الماده الدهنيه دي ده حسب ما تحبي، انت عايزه تزودي عن كده مفيش اي مشكله. اهم حاجه يا جماعه ان اتاكد ان كل الكنافه وصل لها سمنه زي ما شايفين كده. ببتدي بقى اقطعها كده بعد ما بضيف السمنه. اقطعها تاني واتاكد خالص واتاكد ان كل الكنافه وصل لها سمنه. اهو ده شكل النهائي الكنافه. هاجي بقى ايه الصينيه وابتدي بقى ايه ارص الكنافه فيها. جبت صينيه مقاس 24 زي ما انتم شايفين كده. خلاص ودهنتها بالسمنه البلدي. تمام. هبتدي بقى ايه اضيف نص كميه الكنافه للصينيه. ضفت نص كميه الكنافه في الصينيه. هبتدي بقى اضغطها بايدي كده بحيث ان هي يكون ايه كلها سوا واحد. ضفت نص كميه الكنافه زي ما انتم شايفين كده. تمام. مهم جدا تعملوا لها حرف كده. خلاص مهم قوي تعملوا الحرف ده عشان الكنافه ما تفكش منها لما تيجي تقلبيها بعد السوا. تمام. هبتدي بقى اضيف الايه اضيف المكسرات. اول حاجه هضيف ده سوداني مطحون على سكر بودره. تمام. انا بجهزه عشان ايه ابتدي ايه اشتغل بيه على طول. ما يبقاش عندي بقى ايه ما يبقاش عندي وقت ما استهلكش وقت كبير بقى ان انا ايه اجهز الحاجه. مهم جدا ان حاجه تكون جاهزه ايه قبلها. ابتدي بقى اضيف ايه اضيف كده حبه كده. ضفت السوداني المطحون مع سكر بودره. هضيف ايه بقى هضيف الزبيب. تمام. هضيف ايه زبيب. وهضيف كمان معاه ايه تمر. ده تمر. انا شايله منه نوى ومقطعاه قطع كده زي ما شايفين. وابتدي بقى ايه اوزع كل الكميه اللي عندي. اخر حاجه هضيفها جوز الهند. يعني حوالي كده ايه ربع كوبايه جوز هند. دي ربع كوبايه جوز هند. ربع كوبايه نص كوبايه مفيش اي مشكله. بعد كده اقلب كل المكونات مع بعض كده. خلاص. مهم قوي يا جماعه ان اقلب المكونات وتكون في نص الصينيه. على قد ما اقدر ابعد عن الحرف. بصوا زي ما شايفين كده انا بعيد عن الحرف تكون في نص الصينيه. اخر حاجه بقى ايه هضيف النص التاني من الكنافه. خلاص كده ايه انا وزعت كل المكونات زي ما شايفين كده وقلبتها كلها مع بعض. هضيف بقى ايه نص كميه الكنافه التانيه. ضفت باقي الكنافه. هبتدي بقى ايه اضغطها بايدي بحيث انها كلها تبقى سوا واحد. ضغطت كل كميه الكنافه زي ما انتم شايفين كده. مهم قوي 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 مرحله الضغط ده يا جماعه مهم جدا 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 بحيث ان كل ده يبقى سوا واحد. هبتدي بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 180. خلاص لمده ساعه الا ربع. وبعد كده هفتح عليها الشوايه بحيث انها تاخد ايه لون من فوق. ده شكل نهائي للكنافه قبل ما تخش الفرن.
نعمل بقى الشربات بتاع الكنافه. كوبايتين سكر قصادهم كوبايه ميه. انا هحط بالظبط كوبايه وتلات ارباع كوبايه سكر، يعني كوبايه وتلات ارباع سكر، واحط ربع كوبايه عسل نحل. عايزه اقول لكم بيفرق جدا 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 في شربات الكنافه، ده اختياري. وبحط معاهم فانيليا سايله. حطيت كوبايه وتلات ارباع كوبايه سكر، حطيت ربع كوبايه عسل نحل، هبتدي اضيف الميه السخنه. المفروض ان انا اضيف كوبايتين سكر قصادهم كوبايه ميه سخنه. انا هضيف نص كوبايه، وهدوبهم في نص كوبايه ميه سخنه عشان انا مستعجله. وهزود بعد ما ادوبه خالص، هزود باقي كميه الميه، نص كوبايه تانية ميه ساقعه هوريكم دلوقتي. احط ميه سخنه كده نص كوبايه، هبتدي بقى اقلب كله مع بعض. رفعت كده الشربات على النار عشان اقلب كل المكونات مع بعض. هحط بقى 5 نقط فانيليا سايله. كده الشربات جاهز كده زي ما انتم شايفين. دوبت نص كوبايه ميه سخنه في كوبايتين، في كوبايه وتلات ارباع كوبايه سكر وربع كوبايه عسل نحل. هضيف لي بقى نص كوبايه ميه ساقعه عشان انا مستعجله ومش هستنى على الشربات لحد لما يهدى. هضيف نص كوبايه ميه ساقعه واقلب كله مع بعض. وهسيبه على جنب بقى لحد لما اطلع الكنافه من الفرن. تمام. واسقيها بيه. ده شكل الكنافه بعد ما طلع من الفرن. انا شغلت عليها الشوايه، يعني طفيت من تحت اول ما لقيت الاطراف احمرت، طفيت من تحت وشغلت عليها الشوايه من فوق، خدت اللون جميل ده. هبتدي بقى اسقي بالشربات. مهم جدا يا جماعه يكون الشربات ساقع، الكنافه سخنه والشربات ساقع. وبعد كده بقى هغطيها عشان متبقاش ناشفه. وبعد كده 5 دقايق كده واقلبها. 5 دقايق ابتدي بقى اقلبها معاكم اهو، انتوا شايفين كده في نفس الصينيه اللي انا غطيتها بيه. ده شكلها بعد ما قلبتها. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. بصوا كلها واخده نفس اللون. مهم جدا يا جماعه تعملوها بنفس الخطوات اللي انا عملتها، هتطلع معاكم مظبوطه زي دي بالظبط. هزوقها وارجع لكم. ده شكل الكنافه بالمكسرات بعد التقديم. قدموا بألف هنا وشفا. عاوزه اقول لكم انا زوقتها بجوز الهند والزبيب. ممكن تزوقيها بالمكسرات، ممكن تحطي عليها فواكه مسكره، ممكن تسيبيها ساده، ده حسب ذوقك انتي. انا عايزه اقول لكم بصوا الاطراف، بصوا كلها واخده نفس اللون. بصوا، اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه تعملوها بنفس الطريقه اللي انا عملتها معاكم، هتطلع معاكم مظبوطه. وعاوزه اقول لكم انا عاملاها ب3 معالق سمنه بلدي، يعني بما يعادل ربع كوبايه سمنه بلدي او اقل من ربع كمان، وطالعه بالشكل الجميل ده، ومش حاطه كمان فيها سكر بودره. بس اهم حاجه وانتي بتحطي السمنه على الكنافه، مهم جدا 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 تبتدي تقطعي فيها تاني وتضغطيها، يعني تبتدي تقطعي فيها وتقلبيها كلها مع بعض كويس جدا جدا جدا. وانتي بترصي الصينيه مهم قوي 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 تضغطي الكنافه، وتعملي نفس الخطوه اللي انا عملتها معاكم. هتطلع، بصي هتطلع زي دي بالظبط. هقطع معاكم كده قطعه عشان تشوفوها. قطعت منها قطعه كده زي ما انتم شايفين. بصوا الطبقات من جوه عامله ازاي، بصوا الجمال. ان شاء الله جربوا تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. بصوا طريه من جوه وحاجه يعني روعه. ان شاء الله جربوا تعملوا بالطريقه دي وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو لا تنسوا في القناه، وريدي دعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.